طيب بعد كده طبعا ده موضوع بقى الايه، اتكلمنا احنا عن موضوع البوليان وموضوع النمبر وموضوع الكود بلوك. عرفنا يعني ايه بوليان، يعني ايه نمبر، يعني ايه كود بلوك. كود بلوك ده بيغنيني عن النمبر وعن السترنج وعن مين بقى، وعن البوليان. تمام. طبعا زي ما كان في انتجر سلايدر كان في نمبر سلايدر، فزي انا شرحت لك النمبر سلايدر وشرحت لك برضه الانتجر ايه سلايدر. تمام. طيب ماشي، خلينا طيب ننزل تحت هنا. طيب موضوع الواتش، موضوع الواتش برضه اتكلمنا عليه. لو انت طبعا خلينا دي يبقى نشرحها قدام شويه. دي هي دي ودي احنا بس اتعلمنا اول واحده اللي هي عندك اول بوت من اي نود عايز تشوف الريزلت بتاعك بتنزل واتش. طب مكانها فين؟ هتلاقي في الديسبلاي في الواتش في الواتش. طب انا مش عارف، خلاص سرش هندسه بكذا طريقه عندك، سواء تيجي فوق هنا وتسرش، او رايت كليك وتسرش، او لو انت شاطر بقى إيه وعارف مكانها بتبدا ايه تيجي هنا على ديسبلاي واتش واتش. تمام. طيب ماشي، تعال ننزل تحت شويه. طبعا ده الكود بلوك اهو. لو انا جيت قلت لك يا هندسه الكود بلوك ده الاوتبوت بتاعه يطلع لي ايه؟ الاوتبوت هيبقى عباره عن 10. طب ال 10 دي انتجر ولا ايه؟ اقول لك ايوه انتجر لان لونها ازرق. طب هنا الكود بلوك ده الاوتبوت عباره عن ايه؟ عباره عن تكست سترينج. تمام. طب هنا الكود بلوك ده عباره عن ايه؟ الكود بلوك هنا ده عباره عن عمليه حسابيه هتطلع لك رقم اسمه 10. ال 10 ده طبعا هيبقى ايه؟ هيبقى انتجر. تمام. طب لو عملت علامتين تنصيص هنا، لو انا جيت هنا كده قلت له 2 2 في 5 وعملت علامه تنصيص كده وكده، تمام، هيطلع لك ايه؟ يطلع لك كده، يطلع لك نل. تمام. اقول لك انا مش فاهم منك حاجه. ليه؟ لان انت ضارب لي اثنين انتجر في سترينج. ما هو البرمجه كده، ما هو ده مش ده متبرمج، مش ده متكود ببرنامج اسمه بايثون او بلغه برمجه اسمها بايثون. فالبايثون هو عارف ان انت اي حاجه بين قوسين ده تكست، هو فاهم كده، هي اللغه كده، احنا محفظينه كده. تمام. فعشان كده بقول لك ما تحطش علامه تنصيص الا لو انت فعلا عايز تخليه تكست. تمام. طيب ماشي. خلينا لو انت عايز تعمل اي عمليه حسابيه مثلا، ده عباره عن الماس دوت الفايل اللي هو ده الفايل اللي هي الباي. فلو انت جيت هنا جرب مثلا كده، انت متوقع ايه لو انت جيت عملت دبل كليك هنا وقلت له مثلا الماس اللي هو ماثيماتيكال يعني، تمام، دوت الفاي. الفاي دي اللي هي كام يا هندسه لو انت فاكر؟ هيطلع لك ريزلت كام؟ الفاي اللي هي الباي اللي هي 3.14%. تمام. تيجي تبص هنا هتلاقي كام؟ 3.14%. تمام. اللي هي عشان لو عايز تجيب مثلا مساحه دايره او قطرها تعمل بقى ايه في 2، او شوف انت هتضرب بقى ايه 2 باي ار. فانت تيجي هنا تقول له والله في 2 في الار عامل لها مثلا رمز الار. تمام. طب الار بكام؟ الار مثلا بخمسه، حط هنا خمسه. تمام. فوصل دي بدي، فكده عمل لك جاب لك مساحه الدايره، سوري مساحه الدايره اللي قطرها خمسه. طب لو قطرها 2 هتديك مساحه. طب لو قطرها بتغير مثلا اكوردنج للنمبر للسلايدر ده، تمام، فساعتها هقول له خلاص بقى شيل لي دي وحط لي دي. فلما كل ما اغير القطر كل ما الرقم ايه بيتغير قدامك. فشوف بقى، شوف بقى الدايناميك قوته في ايه. ان انت لو عندك كذا قطر بيبدا كل ما تغير الرقم كل ما يسمع معاك قيمه ايه اوتوماتيك. تمام. طيب ماشي. طبعا ده احنا مثلا قيمه البي تبقى كام في الحاله اللي زي دي؟ هو بيقول لك الاي ب 10. تمام. مدخل لك انبوت اسمه ايه ومدخل قيمته ب 10. بيقول لك ان البي دي عباره عن ايه زائد ايه، فهو فاهم ان الاي دي واخدها من فوق. تمام. فتبقى البي قيمتها كام؟ قيمتها 20. بمعنى ايه؟ لو انت جيت هنا نرجع تاني هنا، انا مثلا عملت انا هنا قلت له والله مثلا الاي ايكوال الاي مثلا هنا ايكوال 100. طالما انا عرفته بقيمه خلاص. طب لو ما عرفتش بقيمه وعملت ايه كده وضغط كليك بره هتلاقي قال لك الاي ده ايه؟ دخل لي قيمه الاي ده ايه؟ هل ده نمبر ولا ايه؟ ما انا مش عارف. لا انا بقول لك ان الاي ده بيساوي 10. يبقى الاي ده على طول هو فاهم ان هو انتجر. انت كاتب ال 10 او ال 100 سوري على انها ازرق اهي. تمام. طيب ماشي خلاص هو عارف انها ايه ب 100. طب لو انت جيت هنا وعملت مسطره سوري انتر عشان انزل السطر اللي بعده وبقول لك يا سيدي ان البي تساوي 2 ضرب الاي. خلي بالك لو انت عملتها ايه كابيتال زي دي كده، تمام، ما هوش فاهم. هو بيقول لك ان في ايه كابيتال يا هندسه، ما هي دي ايه ودي ايه. يقول لك لا هو لازم تدخل له ايه سمول زي اللي فوق دي هنا كده. تمام. هو شويه عقيم شويه اهو. شوف لما دخلت له الايه دي خلاص هو عارف. ما سالكش عن الايه ليه؟ لان الايه موجوده في السطر اللي فوقه. تمام. ساعتها قال لك ان البي بكام؟ البي انا عايز اشوف عندك اثنين فاريبل، عندك قيمه اسمها الايه وقيمه اسمها بي. لو عايز اشوف الايه يقول لك الايه ب 100، لو عايز اشوف البي يقول لك البي بتساوي 2 في الايه فهتلاقيها ب 200. طب انا عايز اتاكد اقول لك رايت كليك اعمل واتش. تمام. وابدا انت دخل الواتش دي هنا كده بص على القيمه كام ب 200. طب وهنا القيمه بكام؟ ب 100. فهو دخل لك سطرين على حسب اثنين انبوت. تمام. ممكن تيجي هنا تقول له مثلا السي تساوي اي بلس البي. تمام. فتيجي تبص تلاقي السي بكام بقى المفروض 300. تمام. 300. تمام زي ما انت شايف هنا كده. فالكود بلوك بصراحه يعني هيغنيك شويه عن النمبر والسترنج والحاجات دي، لكن برضه لازم تبقى انت عارف ازاي تعمل نمبر وسترنج وبوليان. لازم تعرفهم. لازم مش اختلاق، لازم تعرفهم. وانا اقول لك ليه لازم بس قدام شويه. تمام. طيب ماشي خلينا نكمل.
طبعا ده طبعا احنا عايزين نتعلم حاجه اسمها الليست. طبعا الليست دي هي الباور بتاع الداينامو بتاعنا. عشان يعني الليست دي عباره عن مجموعه من الخانات. كلمه ليست، كلمه ليست يا هندسه يعني عباره عن خانه كبيره كده فيها مجموعه من الداتا، دي اسمها ليست. يعني لو انا عندي خانه او قيم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، فدي اسمها ليست، تحتوي على قيم. طب القيمه دي عباره عن ايه؟ عباره عن انتجر او نمبر، خلينا نقول انها نمبر. طب ده عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر. طب لو عندي ليست تانيه، تمام، ممكن الليست تبقى عباره عن كده، ممكن تبقى عباره عن واحد، تمام، واحمد، وترو، وفولس، وخمسه. فالليست دي عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر. اول خانه فيها نمبر، ثاني خانه فيها سترينج، ثالث خانه فيها بوليان، رابع خانه فيها بوليان، ست خانه فيها نمبر. تمام. فالليست دي ممكن تبقى فاريبل، قيم فاريبل، انبوت فاريبل. تمام. طب اعملها ازاي الليست دي يا هندسه؟ لو انت جيت هنا على الداينامو هنا كده وعملت رايت كليك هنا، وعملت حاجه اسمها ليست او كرييت ليست، هنا تيجي تبص هتلاقي عندك كرييت ليست هنا كده. طيب هو بيقول لك في عندك ايتم رقم زيرو. طب انا عايز ادخل الايتم البتاع ده قيمه، فساعتها مثلا ممكن ان انا اكتب نمبر هنا مثلا اهو، واقول له والله دخل لي قيمه خمسه. تمام. واجي ابص هنا الاقي ايه؟ عمل لك خمسه. طب انا عايز اقول له لا ادخل اكتر من قيمه، فانا ممكن اقول له خلاص امسح ده كده واعمل كود بلوك واكتب هنا مثلا خمسه. تمام اهو دخل لي هنا خمسه. طب عايز اضيف كمان قيمه، هاجي هنا اعمل بلس. تمام. واجي هنا واقول له والله احمد. تمام. وهاجي هنا اقول له هنا كده، فتيجي تبص هتلاقي خمسه واحمد. تمام. هاجي قيمه ثانيه اسميها ترو تي ار اهو ترو، واجي هنا اهو. طب فين الخانه؟ ما تعمل بلس يا هندسه، ضيف 100 100 100 ايتم ضيفهم عادي اهو. ضاف لك خمسه احمد ترو. تمام. طيب ضيف حاجه تانيه مثلا إيه، خلينا نيجي هنا نقول له ايه مسطره ونكتب مثلا 5.5. تمام. واجي هنا خد بالك انت لو ده ممسوحه مش هيشتغل، شوف مش هيشتغل معاك. ليه؟ لازم انا احط اللي هي القامه اللي فوقها نقطه دي اللي هي حرف الكاف. تمام. واجي هنا كده اقول له ايه، تيجي تبص تلاقي من الالوان انت عرفت ده كل دي ايه. طب لو انا جيت عملت اخر حاجه عشان ما اطولش عليك وعملت كده، تمام، وعملت 5.2. تمام. جيت انا عملت كده. طيب هنا ده نوعه ايه؟ من لونه ان هو نمبر. طب ده نوعه ايه؟ نوعه سترينج. طب ده نوعه ايه؟ نوعه بوليان. طب ده نوعه ايه؟ نوعه نمبر. طب ده نوعه ايه؟ نوعه سترينج. عرفت منين؟ عرفت من القدر بتاعه. عرفت منين؟ من القدر بتاعه. فده اسمها الليست، مجموعه من الداتا. طب الليست دي خمسه دي قبلها رقم، الرقم ده احنا بنسميه ايه؟ الرقم ده بنسميه حاجه مهمه جدا. تنسى اسمك ولا تنسى الاسم ده يا هندسه، احنا بنسمي ده اندكس، ودي بنسميها ايتم او فاليو. فالايتم خمسه الاندكس بتاعه بكام؟ صفر. طب الايتم واحد الاندكس بتاعه بكام؟ بواحد. طب الايتم ثلاثه الاندكس بتاعه بكام؟ باثنين. طب الايتم اللي اسمه خمسه ونص الاندكس بتاعه بكام؟ بثلاثه. طب الايتم اللي اسمه الايتم اللي قيمته 25 الاندكس بتاعه بكام؟ باربعه. تمام. الاندكس بتبدا من الصفر، واحد اثنين بتبدا من الصفر مش بتبدا من الواحد. انا لو عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، عندي خمس قيم، يبقى انا الاندكس بتاعتي من 0 ل 4 او من 0 ل 4. يبقى انا عندي عدد القيم اللي هتحطها ماينس 1، انت جبت عدد القيم مين؟ الاندكس. تمام. طب انت ليه بتقول لي الكلام ده؟ انت عايز توصلني لايه؟ عايز اوصلك ان انا ممكن ما اعملش ليست بالمنظر الوحش ده. انا كل شويه اقعد اكتب كذا حاجه تحت بعض كده واوصل. انا عايز الكود بلوك يعملها لي. انت مش بتقول لي الكود بلوك ده هو حل العقد؟ بدل ما اقعد اعمل كريت ليست واقعد اوصل واحد اثنين ثلاثه، انا عايز اعملهم كلهم في نفس المكان. اقول لك والله دبل كليك يا هندسه وتعالى اعمل شيفت وحرف الجيم. تمام. وافتح قوس بالمنظر ده. تمام. حرف الجيم سوري من غير شيفت انا اسف. تمام. واكتب خمسه كما إيه احمد. تمام. كما كما دي اللي هي حرف الطاء تقريبا، راحت فين الكما؟ اللي هي حرف الواو سوري، حرف الواو. تمام. ثلاثه. بعد كده كما. خلينا نحط خمسه ونص. تمام. ونحط كما ونحط سوري بقى نحط ترو مثلا او فولس يا سيدي، كل شويه نحط ترو اي فولس اهي. تمام. واضغط بره. تمام. انا ليه اداني ايرور هنا كده؟ كود بلوك ده هندسه من اسهل وارخم الحاجات في الشغل. ليه اداني ايرور؟ لانه بقول لك اقفل لي يا باشا البراكت. انت فتحت لي براكت وقفلت وما قفلتوش، تعالى هنا اقفل البراكت.
زي ما فتحته اقفله بحرف الدال واضغط تاني بره، تيجي تبص هتلاقي عمل لك ايه؟ اقرا كده يا هندسه، اقرا ليست. طب الليست دي فيها كام ايتم؟ فيها 1 2 3 4 5، يبقى فيها كام اندكس؟ فيها 4. لو جيت ابص هنا هتيجي تبص اهو، هتلاقيهم فيهم 4 اندكس. تمام؟ وفيهم 5 ايتم، 5 قيم، واحد القيمه الاولى، القيمه الثانيه، القيمه الثالثه، الرابعه، الخامسه. تمام؟ انا اهم حاجه عندي الاندكس ده. تمام؟